مشكلة بتواجه أكتر الناس وهي إن أنا كل شوية لما بدعي ليه ربنا ما بيستجيبش ده؟ وربنا هو اللي قال وادعوني استجب لكم. بقى انا عمال ادعي ليل نهار وربنا ما بيستجيبش الدعاء. بالمناسبه ده الفيديو الثالث من سلسله الحق المبين، واسال الله عز وجل ان يتقبلها منا. فيلا بينا نجاوب على السؤال. الجواب بسيط جدا، ان الاستجابة مش دايما زي ما احنا متوقعين ابدا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة الا اعطاه الله اياها احدى ثلاث: اما ان يعجل له دعوته يدخرها له في الاخرة يصرف عنه من السوء مثلها. الكلام ده يعني انت لما بتدعي بدعوة هي بتستجاب، بس بتستجاب عن ثلاث طرق، الا وهي ان الدعاء ممكن يستجاب فورا. اول ما تدعي خلاص الدعاء هيستجاب لك، يا اما في يوميها يا اما تاني يوم يستجاب فورا، او يتاجل لافضل وقت الدعاء دوت يستجاب فيه. لان ممكن الدعاء اللي انت دعيته دوت في الوقت دوت لو استجاب مش هيبقى خير ليك، يبقى هيتاجل ليك في وقت هيكون خير ليك لما الدعاء ده يستجاب. التالتة بقى الا وهي ان ربنا يبعد عنك مصيبة اكبر من غير ما تحس. يعني دعائك دوت اول ما انت بتدعي الدعاء ده بيطلع بيصد مصيبه كانت نازله لك انت. عشان كده ما بيننا وما بين بعضينا لو حصل لحد حاجه تلاقيه بيقول لك ايه: احسن ما هي جت في حاجه تانية، ما هي جت فينا. تليفون ضاع احسن ما جت فينا، حاجه حصلت احسن ما جت فينا. وهو المثال ده صح فعلا، ممكن الامر دوت يكون جاي اكبر بس هو اتصد عنك بالدعوه اللي انت دعيتها. زي ما قلنا كده الدعاء بيستجاب عن ثلاث طرق اللي احنا قلناها دي. في كل الحالات يا اخويا انت كده كده اصلا الكسبان، يا اما يتاجل لك يا اما يبعد عنك مصيبه يا اما يستجاب فورا. كده كده انت كسبان، ومفيش دعاء الا وهو استجاب. ربنا هو اللي قال: ادعوني استجب لك. استجيب لك في كل الحاجات اللي انا قلتها لك ديت، يا اما يستجيب لك فورا يا اما يبعد عنك مصيبه يا اما يتاجل لك لافضل وقت. بس كده كده انت الكسبان. مش عايزك تنسى بقى ان الدعاء دوت مش مجرد طلب من ربنا، الدعاء دوت عباده بتقربك من ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العباد، او الدعاء هو العباده. يعني الدعاء دوت اللي انت تدعي ربنا كده دوت عباده اصلا. وتزعل وتحزن لو ربنا حرمك من الامر ده، لو ربنا حرمك من اللي انت تعمل كده وتدعي له، لا ازعل واحزن. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: لا أخشى حمل الإجابة. يعني أنا مش هزعل لو ربنا ما استجابش، لا هزعل إمتى؟ لكني أحزن أن يحرمني الله من الدعاء. أنا خايف بس إن ربنا يحرمني من اللي أنا أرفع له إيدي كده. لا ديت ما بتجيش بالسهل، ولو أنت عملت كده تفرح، ولو بالك كتير ما عملتهاش اعملها، ولو ما عملتهاش تحزن على نفسك. ربنا هو اللي موفقكش لذلك. احيانا يا اخويا وحطها في دماغك ديت ان تاخير الحاجه بيجي عليك بفايده. احيانا التاخير بيكون خير ليك اصلا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. فاوعى تيأس، اوعى تيأس ابدا، وخليك فاهم ان ربنا هو الاعلم بالاصلح ليك. فبس كده. وده يا اخويا زي ما قلت لك قبل كده سؤال من اسئله كتير قوي من هذه السلسله. نسأل الله عز وجل يتقبلها منا. طبعا مش هفكرك ان لو ليك سؤال تنزل تكتبه في التعليقات، عشان دوت بيفيدني اكتر ما بيفيد حد. بس كده، سلام.